افلام مصريه من العيار التقيل لازم تشوفها، ما ينفعش كده تعيش كده عادي كده على وجه الارض من غير تتفرج عليها. خلص الفيديو ده وروح اتفرج عليها. يلا بينا. رقم 5 معانا فيلم اشتباك، نزل سنة 2016 وبيتكلم على أحداث بعد 30 يونيو، بعد طبعا ما الرئيس بتاعها اتشال اتقبض أيا يكن بدون ذكر أسماء. بيجي عربية ترحيلات بقى وبتاخد جميع طائفة البلد، معارضين بقى، مؤيدين، إخوان، ناس ملهاش لازمة، بلطجية، كله بقى جميع فئات المجتمع بتتجمع في عربية واحدة، عربية الترحيلات. والعربية بتتقفل عليهم وبيجمع لنا بقى ازاي بيتعاونوا مع بعض، مع ان هم بره محدش فيهم طايق التاني وكله عكس بعض، لكن لما حد فيهم يقع في مشكله ازاي بيتحدوا مع بعضيهم. الفيلم من اخراج الرائع محمد دياب، وبطولة نيلي كريم وهاني عادل وطارق عبد العزيز واحمد مالك. الفيلم ده من نوع وان لوكيشن اللي ما اتعملتش كتير في السينما المصريه، يعني اخر مره اتعملت كان سنه 1960 في فيلم بين السماء والارض، عبد السلام النابلسي، عبد المنعم ابراهيم، الناس الجميله ديت. فيلم كده لما اتفرجتش عليه روح اتفرج عليه، يعني فيلم بجد جميل، روح اتفرج عليه. ونيجي على رقم 4، فيلم الأصليين سنة 2017. مروان حامد عمل لنا مش فيلم، عمل لنا تحفة، عمل لنا تحفة سينمائية حرفيا. مش الفيلم اللي هيروح عليه أبدا، الفيلم هنفضل نتفرج عليه لحد ما الواحد ينتهي، ما ينفعش. الفيلم بطولة ماجد الجدواني وخالد الصاوي وكند علوش وبنة شلبي. والماجد الجدواني بيبين لنا ازاي لما الاب المصري يقع في مشكلة ازاي بيتعامل مع مراته وعياله واسرة بيته، ازاي هو كان موظف في بنك ومعيشهم عيشة اخر فل، ولما يسيب شغله ويخسر فلوسه ازاي بيتعامل معاهم، ولظروف غامضة كده بيخش مع جماعة بقى مش عايزين نوضح ايه هي، ورسايل بقى كده من تحت لتحت الترابيزة وكلام كده ما ينفعش يتقال. الفيلم نهايته مش واضحة لكل الناس، ولكن الفيلم برضو من العيار التقيل، ما ينفعش كده يعدي عليه كده من غير ما تشوفه. لو ما شفتوش لا يا اسطى في حاجة غلط كده، لازم تروح تشوف الفيلم. رقم 3 بقى فيلم عمارة يعقوبيان. عد معايا كده: اسعاد يونس، باسم سمرة، سمية خشاب، محمد امام، خالد صالح، احمد راتب، خالد الصاوي، احمد بدير، نور الشريف، هند صبري، يسرا، وعلى رأسهم الزعيم عادل امام. ومن اخراج مين؟ مروان حامد، بتاع التحفة اللي لسه معدية، عمل لك تحفة تانية برضه لا يمكن تروح عليها. لما مروان حامد وعتاولة السينما المصرية يعملوا لك فيلم تعرف ان انت هتشوف عظمة. لا، ومين الكاتب بقى؟ وحيد حامد. يعني فيلم، يعني انت مجرد تشوف الليست ديت انت تعرف ان انت هتشوف عظمة من قبل ما الفيلم يبدأ. والفيلم كان محقق اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصرية في وقته، يعني حاجة مش هتتكرر. وبنشوف في الفيلم ده من أجمل المشاهد السينما المصرية، وعلى رأسهم مشهد عادل إمام في وسط الشارع في وسط الدنيا كده وهو بيزعق تحت مسخ. احنا في فيلم زمن أنصحك تتفرج المسخ. عليه، ولو ما شفتوش هيبقى عيبة في حقك بصراحة، روح اتفرج عليه. رقم 2 معانا فيلم ملاك اسكندرية من إخراج ساندرا نشأت. ساندرا نشأت المرة دي هنا عملت لنا جوهرة بمعنى الكلمة، بينت لنا ازاي ممكن ناخد من ممثلين متعودين عليها أداء معين، لا بيت لنا وشوش تانية خالص للفنانين. يعني احمد عز كان اول دور يعمله بطولة ليه كان فيلم ملاك اسكندرية، وبيت لنا قد ايه قدرته في التمثيل. حاجة تانية برضو زي الفنانة نور، طول الفيلم طالعة بشخصية قوية، دور قوي جدا، وفجأة بيت لنا مشهد بتاع المحكمة وازاي اتكسرت وازاي انهارت في المحكمة. والفنانة نور صرحت بكده في أحد برامجها لما قالت إن المشهد ده هو أصعب مشهد بالنسبة لي، وشكرت ساندرا نشأت على إنها إزاي خرجت المواهب دي كلها منهم كلهم. ومش المشهد ده بس اللي كان فيه أجواء صعبة، مشهد برضو العزا مع خالد صالح وأحمد عز كانت هي عايزة تبين للمشاهدين عظمة الفيلم. الفيلم نزل 2005، بطولة أحمد عز وغادة عادل ونور وخالد صالح. رقم 1 فيلم تيتو سنة 2004 من كتابة وإخراج طارق عريان.
وبطولة أحمد السقا وحنان ترك وعمرو واكد وخالد صالح. فيلم تيتو فيلم من أجمل القصص اللي عملها أحمد السقا حرفيا، اللي بتحكي عن صراع داخلي بشخصيتين مختلفين جوه أحمد السقا، اللي هو طاهر وتيتو. طاهر اللي هو اللي قلبه أبيض، اللي جدع، اللي نفسه يتوب، اللي مش عاجبه حياته. وتيتو اللي قلبه ميت وما بيخافش من حد وعايز ينتقم من الدنيا كلها. وبتبدأ الصراعات ديت من أول مشهد في الفيلم، لما زميله اللي هو الطفل لما بيتمسك من أمين الشرطة، تيتو بيروح يقتل أمين الشرطة على طول. وده بيبين لنا وشين وشخصيتين جوه شخصية أحمد السقا. أول حاجة شخصية تيتو اللي هو قلبه ميت ومش بيخاف من حد وهيروح يموته، والشخص التاني اللي هو طاهر اللي هو بيعمل كده عشان خاطر إن هو جدع وبيخاف على زمايله وعلى أصحابه وصاحب صاحبه بصحيح. ولما بيخش الإصلاحية برضو بيبين لنا قد إيه هو في صراع نفسي بين إن هو عايز يتوب، زي ما بيبين إن هو بيبقى فرحان لما بيبقى بيصلي وبيتعلم، ووجه تاني لما بيمسك أي حد يضربه لما بيجي يكلمه. ومن خلال مشاهد الفيلم بيبين لنا ازاي تيتو عايز يبقى طاهر ويفضل طاهر طول حياته، لكن الحياة ما عندها، وكل ما يبقى عايز يرجع يبقى انسان جديد ويبقى نضيف من جواه، الدنيا بتعنده وبتخليه يرجع تاني تيتو. حاول كتير لكن ماضيه ما بيتغيرش. يعني مثلا حاول ان هو يفتح مطعم، لكن طبعا الضابط مش بيسيبه في حاله. حاول انه يحب ويتجوز ويرتبط، لكن برضو حنان ترك اديته صعقة في وشه لما قالت انا بساعد الاشخاص اللي زيك لكن استحالة ان انا اتجوزهم. لما حب يشارك عمرو واكد برضو قال له لا. فبيبين قد ايه الناس بتتعامل مع الناس اللي زي تيتو، وانه هو مش هيبقى زي الناس التانيين بسبب ماضيه. بس كده، ده كده الفيديو بتاعنا. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.